الأسئلة الوجودية تطلع: ليش أنا لحالي؟ شو نهاية وجعي؟ شو مشان رزقي؟ يا رب، شو نهاية الآلام اللي عم عيشها؟ بدي حدا جنبي. وهذه الأسئلة الوجودية التي تمنع الإنسان في هذه الأيام من النوم حتى ساعات متأخرة من الليل، وبسبب الكثير من الناس يشعرون وكأنهم وحدهم. العجيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بقراءة سورة الملك كل يوم قبل النوم. والأعجب من ذلك أن آيات سورة الملك تجيبك على كل سؤال تسأله، ويسبب لك ذلك القلق قبل النوم. فالله تعالى يقول في مطلع سورة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ليش أنا لحالي؟ لا، أنت ما لحالك، أنت ملك لله، وهو قادر على كل شيء، وهو قادر على إخراجك مما أنت فيه. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. يا رب، ليش عم يصير معي هيك؟ لأنك في دار امتحان، لأنك في دار بلاء، لأنك بدار امتحان ابتلاك بأمور ليخرج منك أفضل نسخة، ابتلاك بأمور لتتعامل معها بأفضل ما لديك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بسنة من السنوات كنت تابع قناة طبخ، فعملوا امتحان للطباخين، جابوا لهم أكل منزوعة وقالوا لهم بدكم تضيفوا على هالطبخة أشياء بشكل تصير طيبة. طبخة محروقة، طبخة ملحة كتير، كيف بدها تصير طيبة؟ وبلشوا بهالامتحان اللي له مدة معينة يغيروا بها الطبخة ويطالعوا منها أطيب نسخة، وهي اللي كانت محروقة. وبالفعل قدروا يعملوا هيك. وهذه هي الحياة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وهذا الجواب لسؤال: ليش عم يصير فينا هيك وغيري منعم؟ غيرك عم يحلم بالأشياء اللي أنت عم تعيشها، مثل ما أنت عم تحلم بالأشياء اللي هو عم يعيشها، ولكن أنت ما بتعرف البلاء اللي عم يعيشه هذا الشخص، مثل ما هو ما بيعرف البلاء اللي واقع عليك. كل مين مبتلى وممتحن بشيء معين. فاقد البصر ممتحن بفقدان البصر، ومن أنعم عليه بالبصر ممتحن بغض بصره. إنسان ممتحن بفقره كيف راح يتعامل معه، وإنسان ممتحن بغناه من وين مصادر دخله. وكل مين بده يطالع أحسن نسخة عنده. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. انظر بنظرة تانية غير نظرة الفقد، غير نظرة التحسر. انظر بنظرة تانية غير نظرة المقارنة. أحيانا لازم تنظر بغير عين الحسرة، بغير عين اللوم، بغير